النهارده قلت لا انا هطلع، يعني هطلع شمس بقى مش شمس، انا هطلع. ريحتها باين عليها حلوه. يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ من زمان جدا وانا نفسي اطلع اجرب جو انك تقدر تطلع بالموتوسيكل بعيد وتعمل اكل. فدي اول تجربه ليا، واول تجربه حبيت اخليها كده ايه هاديه شويه. فالنهارده هنعمل اكل خفيفه اي حد يقدر يعملها، ويا رب ما تبص مني. فتعالى نشوف هناخد ايه معانا في الموتوسيكل واحنا طالعين. مبدئيا كده هناخد دي بتاعه الغاز. حلو، بس يا رب ان هي تيجي في الصندوق ده. تتوقع ان هي تيجي؟ يا مسهل يا مسهل. عندي واحده صغيره. يا مسهل. ايه ده؟ ما شاء الله، جت هنا. حلو، ومعانا الاكل وميه، ومعانا شاي في حاله ان الدنيا باظت. ماشي، هنا اهي. يلا نطلع الطريق. طبعا يعني احتمال تكونوا بتشوفوا الفيديو ده يوم اجازتكم، فالواحد كده ايمانا من ان هو محتاج ياخد لنفسه وقت شويه، فطالعين نجرب نعمل اكل. الفكره بقى ان احنا نلاقي مكان حلو بحيث نستمتع بالقعده فيه، رايق وهادي وما يكونش فيه ازعاج. فانا دلوقتي قدامي خيار من اتنين، يا هطلع عند ملاحات برج العرب، يا اما هروح مدينة برج العرب، هناك في جناين كويسة، يا اما الملاحات. فانا مش عارف هطلع انهي. باشا في 92 اتنين فيه. ماشي. كل يوم بنشوف مصايب عشان اللي احنا مش شايفينه ده. دي حمولة هتقع من خشب، يعني حاجة مش معقولة والله. طبعا يعني عارف ان في ناس كتير مبيبقاش عندها وقت ومضغوطة، واحيانا بتبقى عايزة تستمتع. فلو تستمتع في الفيديوهات دي يعني دوس لنا لايك واعمل لنا سبسكرايب في القناة، وقول لنا كلمة حلوة هنا، عشان يعني جزء من توثيق المحتوى ده بيضيع متعة اليوم بالنسبة لي. بس ده بيبقى علشان يعني لو رفهت على اخويا فتبقى حاجة حلوة انا بنبسط بيها. فاعمل لنا لايك الجميل وخلينا نطلع ننجوي يعني مع بعض ونستمتع مع بعض في الاجواء الجميلة والمبهجة والسرور والجمال اللي احنا فيه ده. يعني النقطة بقى ان لما زحمة المدينة والحياة بتاخدك بيبقى يعني نفسك تفك عن نفسك، ودايما بتحس ان لا الوقت متأخر. عايز اقول لكم الطلعة دي انا مأجلها كذا مرة، عشان في اوقات حتى كنت بقول لنفسي انا طالع متأخر مش هلحق الشمس. النهارده قلت لا انا هطلع، يعني هطلع شمس بقى مش شمس، انا هطلع. وفي نفس الوقت بصراحه عشان يعني نفسي اعمل لكم حاجه حلوه، فادينا النهارده طالعين. فما تاخرش على نفسك، ما تاخرش على نفسك انك تتفسح، تصرف حبه فلوس تفك عن نفسك، لان انت اللي بتغير الحياه حواليك. فادي وقت لنفسك شويه. يعني الفكره ان النهارده انا جبت منتج عشان نعمله في الاكل، ان شاء الله يكون سريع وبسيط وينفع اي حد يعمله، وهو طالع ترند الفتره دي. فهنجربه ونقول لكم ايه اخباره، وان شاء الله اطلع اظبطه. يعني انا اول مره في حياتي اعمل المنتج ده، وانا يعني مش ضليع قوي في الطبخ، بس انا بحبه هتعلمه. فخلينا نشوف الايام اللي جايه هنعمل اكل ايه. يمكن نطلع كل اسبوع نفك عن نفسينا، واللي عايز يجي طبعا يحط لنا في الكومنتات تحت. طيب هنا الملاحات، وفي ناس كتير جدا مداخل الابراج الكهرباء دي بيقعدوا فيها. هنشوف مدخل كهرباء ظريف ونجرب نقعد فيه. اهم حاجة يكون امان، يعني عشان في بعضهم بيبقى فيه كلاب. ده شكله حلو. المشكلة لو كان في كلاب هنا. خلينا نجرب. التفت لنفسك شوي واختفي،
ما مشان الناس ولكن مشانك. أكثر أمر محتاجه الإنسان في هذه الأيام الخلوة مع نفسه بعيدا عن الناس. ومن أهم السنن النبوية المهجورة اليوم الخلوة مع النفس. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يختلي مع نفسه قبل أن ينزل عليه الوحي في غار حراء، وبعد أن نزل عليه الوحي في منزله بعد أن تنام زوجاته. الخلوة مع النفس والاختفاء بدون هاتف وبدون أي شيء يشغلك بيخليك تواجه نفسك. طيب غالبا النهارده مش هنحتاج مايك عشان الهواء مش باين قوي. هنعمل النهارده مكرونه الضحى. المكرونه دي طالعه ترند ان هي سهله العمايل وتطلع طعمها قريب من المطاعم. معرفش، هنجرب. يبقى هنولع ده الاول من هنا كده، ونحط عليه الحله، نستنى الميه تغلي على الاجواء الجميله دي. المنتج ده بيقول تغلي الميه وبعد كده هنحط المكرونه لمده 8 دقايق. في هناك طائر مستني الغداء. الميه ابتدت تغلي الحمد لله. اهي المكرونه محتاج ان احنا نقلب عليها باستمرار علشان ما تلزقش. ريحتها باين عليها حلوه. الفكره كلها مش في المكرونه على قد ما هي في الصوص. لو بتسأل بقى عن الحاجات اللي احنا بنعمل بيها اكل، فالبتاع ده بيتباع برينج 300 جنيه فاضي، تمليه غاز وتجيب اي حلة عندك في البيت وتوكل على الله. في منه صغير بتاع الشاي، ممكن لو يتيح الوقت نعمل شاي اوريهولكوا، صورت بيه زمان. وحاجات دي مليانة. في اصغر من دي على فكرة عملية اكتر، ولكن دي حلوة علشان لو هتعمل عليها طبخة طويلة شوية. طيب احنا كده خلاص هنبتدي نجيب حاجة نصفي المية السخنة دي زي دي كده. نحط المكرونة هنا. الله على البخار، الله يا شيف هيثم. يقول لك بقى حط الصوص على لبن. يقول لك 300 مللي لبن، وده عبارة عن ده عبارة عن 500، هنحط اغلبه. نحط الصوص. طبعا ده ليه اطعم، انا معرفش ده فلوج موتوسيكلات ولا فلوج اكل. ده ليه اطعم. فالنهارده احنا هنعمل الفريدو. قال لك بقى ابتدي اقلب شويه كده جامد لحد ما يغلي. احنا بنعمل الاكل ده، عايزك تدعي بس لوالدتك او لاي حد يعمل لك الاكل ده وانت قاعد مرتاح. يعني دي نعمه من نعم ربنا، نحمد ربنا ان في اكل اصلا في حياتنا، في وضع ان في ناس تانية يعني عايزين دعم غذائي قوي جدا. ربنا يعين اهلنا في غزه وفي لبنان وفي كل مكان والسودان، الله يعينهم جميعا ان شاء الله. عايز اقول لكم ريحه الاكل ابتدت تبقى حلوه، الصوص فرق جدا. نحط المكرونه بقى، نرجع نحط المكرونه وتبكبك والصوص تقل. ما تسيبهاش لحد ما الصوص يتقل قوي، لان هي لما تبرد الصوص هيتقل قوي جدا بقى. خلاص كده خلصنا. شوفنا بقى طبق نحط فيه حبه ونجرب. لا تيأس، مهما أذنبت وتبت إلى الله مرارا وتكرارا. لا تخلي اليأس يفوت لقلبك وتفكر إنه رب العالمين ما عاد يقبلك لأنك وقعت بالدم مرة وتنتين وثلاثة وأربعة. لا لا أبدا. الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن هو التواب؟ أي كثير التوبة، أي كثير الخطأ الذي يعود بعد خطئه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فلا تيأس، لأنه بعض الأحوال يبلغ الإنسان بتوبته وانكساره ودعائه لله بأن يقبله مراتبا لا يحلم بها من قبل. فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من حسنة أورثت عجبا واستكبارا. طبعا وسط الأجواء الجميلة اللي هنا دي، عايز أقول لكم بس الفكرة إنك ما توقفش تستمتع بوقتك. بس باقي لي حبة صغيرين قبل ما النور يروح، حاول استمتع لنفسي. اتمنى يكون الفلوج ده عجبكم. متنسوش تتابعونا، تعملوا لايك دايما هنا وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي. سلام.